السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. واخا كنغبر عليكم ولكن لظروف صحيه سمحوا لي بزاف، ان شاء الله اللي جاي حسن وما غاديش نبقى نغبر عليكم نهائيا من بعد الا كتاب. المهم كما كتشوفوا معايا طويجين معلق ولذيذ بزاف ديال الكفته ديال السردين او كواريت السردين. واخا يكونوا وليداتكم ما كيبغيوهاش بهذه الطريقه انا متاكده غياكلوها وغيوليو كيطلبوها لكم. كي كتشوفوا السردين مغسول ومنقي وحيدت له الجلده بطبيعه الحال ودرتو في هاد الهاشوار. حكيت عليه الثومه علاش حكيتها وما قطعتهاش، حيت غتبقى لي طروفه باينين، داكشي علاش قلت نحكها باش تهاشا مزيان معاهم. وحتى الربيع الا لاحظتو قطعتو باش هكذا ما يجينيش العويدات ديالو باينين. وهنايا غادي نديرو القليل من العطريه ديال السمك، توابل السمك يعني المهم واحد راس معلقه تقريبا، الا ما متوفرينش ممكن الاستغناء عنهم ولكن كيعطيو مذاق زوين. هنايا درت الكمون معلقه صغيره عامره ورويس معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود. هنايا عندي شي شويه ديال البابريكا الشطه عفوا او السودانيه اللي ما بغاهاش يستغنى عليها، وعندي معلقه عامره من التحميره او البابريكا، القليل من الملح على حسب الذوق، قطرات من الحامض. راكم عارفين الحوت خصوصا السردين كيبغي الحامض، يعني الكفته كتبغي الحامض مزيان. غنعصر عليه الحامض في هاد الهشوار النيت وغادي نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد 2 معالق باش ما تجيناش الكفته ديالنا ناشفه. ملي طيب ضروري ديروا فيها شي شويه الزيت باش ما تجيكمش ناشفه. غادي نهاشيها او غنطحنها مزيان. اللي ما عندهاش هاد الهاشوار هادي غتخدم غير بالمطيشه عفوا ما ديوش عليا، غير بالطحانه ديال المطيشه العاديه يعني ديك اليدويه، ولا طحنوا باي طحانه عندكم. هنا عندي الروز مسلوق، انا درت غير الروز داك اللي مهرس اللي كيكون مهرس، يعني ما عنديش العادي فخديت هذا. يمكن لكم ديروا الاخر اللي كيكون طويل وصاين واحد الكميه. الروز راه كيعطي واحد المذاق رائع للكفته وكيعطي واحد القوام اللي جميل بزاف. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه. غادي نخليوها جانبا من بعد ما طحنتها وخلطت معاها هذاك الروز. هنايا في الطاجين خديت المطيشه اللي كانت عندي في المجمد، كما كتشوفوا راه كتل ديال الثلج فيها. في اطار الاقتصاد كانت لقيت مطيشه رخيصه جبتها طيبتها غسلتها مزيان طيبتها وفرقتها بحال هكايا في بلاستيكات غذائيه درتها في المجمد كما كنبغيها بحال هكا كنجبد. كتنفعني صراحه وحتى اقتصاديه. كما شفتوا معايا درت هنايا لاصوص مطيشه حتى غلات وتحيدوا من هذاك الثلج اللي كان فيها. هنايا عندي مطيشه الحك او الطماطم المصبره معلقه اللي خففتها بشويه الماء، ممكن الاستغناء عليها انا حيت بقات عندي هاد شويه، بقات عندي هاد المعلقه وانا نخففها بالماء وزدتها. كما كتشوفوا زدتها على هذيك لاصوص ديالي صافي. غادي نخليها تغلى مع هذيك لاصوص اللي درنا من قبل. هنا غادي نجيب الثوم، عندي 3 الفصوص ديال الثومه كما شفتوا درت 3 صغار في الكفته يعني في الهشوار، وهنا غندير 3 صغار ثاني في هذا لاصوص مطيشه. الثومه كتجي زوينه بزاف في هذا الطاجين، كتجي رائعه فيه، الحوت كيبغي الثومه. كما كتشوفوا صافي راه حكيتها في الحكاكه، يمكن لكم تقطعوها غير طريفات صغار. هنايا خديت البقدونس او القزبر والمعدنوس مخلطين عفوا صافي وخلطتهم مع هاد لاصوص ديالي. هنا ندير الملحه، شكون بحالي كيعجبو يدير الملحه بيديه كيعجبنيش نديرها بمعلقه. هنايا خديت نفس التوابل اللي درت في السمك هو اللي غندير في لاصوص، الفلفل الاسود كركم او الخرقوم وشويه الكمون ما تكثروش في لاصوص باش ما يجيكمش لاصوص مر، هي شي شويه ديال راس معلقه صغيره ديال الكمون. هنايا ضفت زيت الزيتون، ممكن ديروا زيت نباتيه، يعني الا ما بغيتوش ديروا زيت الزيتون ديروا زيت نباتيه ولا ديروا خليط بيناتهم بجوج صافي. وغنحرك ونخلي لاصوص ديالي كطيب وغادي نكور الكفته ديالي كما كتشوفوا. غنجيبها نستفها في الطاجين عادي جدا. هنايا الطاجين ديالي انا طلق الماء، راه ما درت حتى قطره الماء، غير هذيك مطيشه راه طلقات الماء صافي. راه غطيته هكايا خليته محلول من الجنب باش ينشف وما يفيضش ليا، خليته طبع على خاطرو حتى تعلق ونشف مزيان. شوفوا زينته هنايا الفلفله الخضراء بشويه والزيتون، يمكن لكم تزينوه باش بغيتو كيجي لذيذ بزاف. نتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم.